السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده هعمل لكم كوكيز معاكم، وهتشوفوا الطريقة بتاعته. هي سهلة وبسيطة برضو. ويا رب تعجبكم. وهنسمي بسم الله كده. هي عبارة عن 4 كوبايات دقيق، كوباية سمنة، كوباية سكر بودر، كوباية عسل اسود، خميرة وبودر، خميرة وبيكنج باودر وبيضة ولبن. تمام. اقول تاني يعني عشان انا برضو اتلخبطت فيهم. 4 كوبايات دقيق، كوباية سمنة، كوباية عسل، سكر بودر، بيكنج باودر وخميرة وبيضة ولبن. تمام. وهنسمي بسم الله. نسمي بسم الله كده. دي كوباية العسل اهي. بسم الله. والبيضة نزرعهم بالبيضة كده اهو. وده السكر البودر. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي كوباية السمنة اهي. قلبهم كده. بسم الله. هننزل عليهم بمعلقة القرفة. هننزل عليهم باللبن ده اهو. اللبن عادي، حتى لو ما عنديش اللبن ده بيبقى لبن عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي برضه اهو. ننزل بقى عليهم بأول كوباية دقيق اهو. بسم الله. قلب. دي البودر والخميرة اهو. ننزل بالتانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بالتالتة اهي. بسم الله. هننزل كوباية الروا. وهي يا حبايب قلبي عجنتها اهو.
وهتشوفوها معايا. وهنسمي بسم الله. بسم الله. شوفوا العجينة ولا بتفلق ولا اي حاجة، دي كده العجينة الصحيحة. لو فلقت منك يبقى عايزة شوية زبدة شوية سمنة، لكن هي كده ما فلقتش منها. نحط لها كده بتاع اهو، الشوكولاتة اهي اهي. على فكرة اللي انا بحطه ده شيكوبون اهو، رخيص برضو، الكيس منه ب10 جنيه. وده برضو الشوكولات شيبس دون برضو ب10 جنيه. وكل اللي انا بقدمه طبعا سهل وبسيط، وانتوا عارفين ان انا بقدم كل حاجة سهلة وبسيطة. الكوكيز ده بيتباع فعلا بره غالي، فانت ممكن تعمليه في البيت سهل وبسيط ومش هياخد منك وقت، وحاجة كده جميلة وسهلة. الأطفال بيحبوه جدا جدا جدا، وعلى فكرة مغذي جدا. كفاية بس العسل الأسود ده بيكون مناعة عند الأطفال. العسل الأسود ده مفيد جدا جدا، والبيض واللبن أنا حاطة فيه حاجات مغذية جدا جدا جدا. والعجينة تحفة تحفة تحفة، ولا هي مفلقة ولا فيها أي حاجة، جميلة جدا جدا جدا. شايفين؟ هكمل كده وارجع لكم. وهو يا حبايبي اهو اهو اهو، هدخله كده الفرن وهتشوفوه لما يخرج من الفرن. وهو يا حبايبي بعد ما خرج من الفرن اهو، طبعا حاجه ريحتها تحفه تحفه ومغذيه للاطفال. فيها العسل وفيها البيض وفيها اللبن، حاجه مغذيه كده للاطفال وجميله. وانا ابتديت يعني يومي في الصبح يعني النهارده الجمعه، ان انا اعمل حاجه كده لاولادي ياكلوها مع كوبايه اللبن. فيا رب يا رب يجعلها جمعه سعيده على الامه الاسلاميه يا رب. واتمنى ان انا كل اللي بقدمه يعجبكم، وكده حاجات سهله وبسيطه، وانتوا عارفين ان انا بقدم حاجات سهله وبسيطه كده. ويا رب كل اللي انا بقدمه يعجبكم. ارجو بقى اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من يوميات دمياطيه. ومع الف سلامه حبايبي. ويا حبايبي ده نص كيلو دقيق. النص كيلو دقيق عمل معايا الصينيه دي. طبعا جميل جدا 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 ومغذي اهي. جميله جدا جدا جدا، وكل حاجه فيها مغذيه. وده من نص كيلو دقيق.